مساء الخير عليكم يا رب وعلى كل الموجودين. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن فيديو ملوش اي صله بالفيديوهات التانية. هكلمكم عن يعني حاجات شلتني في العصافير، يعني حاجات كنت بستغربها لما اشوفها في العصافير. يعني كان الواحد يعني لما يشوف الحاجات دي يقول يعني اشمعنى بتحصل عنده، هو يعني بتبقى في الطبيعه في البريه ما بيحصلش الكلام ده، اشمعنى بتيجي عندنا وتحصل. فالحاجات دي انا في مشاكل كتير شفتها، من ضمنها مثلا ايه، ان عصفوره تبيض بيض محبب، الاقي العصفوره النتايه بيضت في العش بيض محبب. فطبعا العصفوره اللي زي دي يعني طلعت عيني على لما لقيت لها علاج، وتعرفوا علاجها ايه؟ ملهاش علاج. إيه العصفوره اللي زي دي حلها ايه؟ الوحيد حلها انك تروح تبيعها، بس تبيعها لانها ملهاش اي علاج، ولا علاج ان يقولك تريحها او تديها كالسيوم او الكلام ده. عملت كل ده وما فيش اي نتيجه. فحاجه زي كده تقوم رايح بايعها وتديها لصاحبها تقول له تبيعها بقى وخلاص. عصفورة تانية تلاقيها زي الفل، باضت زي الفل وطلعت زغاليل وأكلتهم ولحد ما بدأوا يتفطموا. وفي الآخر إيه، زي ما تكون كانت بتحشيهم رز وبتاع، بتظبطهم عشان تشويهم وتاكلهم. تيجي تاني يوم، اليوم اللي بعده، تلاقي العصافير كلها متدبحة وميتة ومجزرة دم في البياضة. فالأم بقت شرسة، والأب كمان يجي يكمل ياكل. فعلاج العصفورة زي دي إيه؟ تتابعها لحد ما تبدأ الزغاليل، لأن أكتر العصافير دي بتاكل، أكتر الأنواع دي بتلاقيها بتاكل الزغلول لما يبدأ يريش ويبدأ يقرب على الفطام. فحل واحدة زي دي، لو انت ما عندكش مكان تحضن تحته، ممكن تستنى لحد ما تبدأ العصفور يبدأ يريش حاجة بسيطة. طبعا هتلاقي ان شاء الله جزء تحضن تحته الزغاليل الصغيرة دي. ده ميزة الجوز اللي بيموت الزغاليل، يعني دي طريقة الحل بتاعته. عصفورة مثلا تبيض وتاكل البيض، أول ما تبيض تلاقيها نقرت البيض كده، وتلاقيها مع إن مفيش أي حاجة تلاقيها دخلت كلت البيض. حلها الوحيد برضو إن أول بيضة تبيضها تقوم واخدها محضنها تحت جوز يكون لسه بيبيض، لأن لو حضنتها تحت الجوز مثلا البيض يعني هي بايضة من زمان، الجوز ده اللي انت هتحضن تحته بايضة من زمان وقربت تفقس، ما ينفعش تحط لها بيضة جديدة، لأنها على ما تيجي هتلاقي البيض فقس، وتلاقي الزغاليل كلها طلعت والبيضة الجديدة دي لسه بتكون جنين. فعلى ما تكون بدأت تكون جنين والجنين يكبر، يكون البيض بتاع العصافير التانية يكون كله فقس، ويكون كبر كمان، ويكون الأم سابته ومعرفتش ترد عليه، فانت كده هتبوظ البيضة، يعني مش بتحافظ عليه. فأنسب حل إنك تشوف جوز لسه بيكون بايض من أول يوم باضت فيه البيضة بتاعة العصفورة اللي بتاكل البيضة، وتحضن تحته البيضة، وتحط تحط بدل البيضة اللي انت شلتها، تحط بيضة بايظة تعلمها بقلم أحمر أو قلم أي لون، بحيث تعرف البيض الجديد اللي العصفورة بتبيضه عشان تنقله. دي طريقة العصفورة، يعني طريقة حل العصفورة اللي هي بتاكل البيض بتاعها. عصفورة مثلا أم تكون معاها زغاليل وتلاقيها باضت، برضو نفس طريقة الحل إنك تحضن البيض. جزء كبير برضو من ضمن المشاكل اللي قابلتني اللي شلتني في الفلل والحاجات الغالية، إن الجزء تلاقيه زي الفل اشتغل مرة وبعد كده وقف بقى إيه، زي ما يكون خلاص يعني عدى التسعينات، ويشيلك بقى أحفز وأحط خضار، ويقولك حط خضار وجرجير وكل ده كلام فاضي. الحل بتاعه ايه؟ انا عملت الحل وجربته على الفلل، برضو جربته على جواز كتير ونفعت. ان انا بقوم شايل النتاية مطيرها وسط ذكور تكون لسه شابة، ما شافتش نتايات، والذكر برضو اللي هو جوزها ده اطيره برضو ادوخه لحد ما احس انه خلاص يعني طلعت روحه، بعدين ارجعه القفص. اسيب بقى النتاية مع الشباب، مع ذكور الشباب دي في مطار واسع لمدة 10 ايام ولا حاجة، بعدين ارجع النتاية للذكر، بس وقتها ما يكونش فيه بياضة. لقيتهم يعني اتعرفوا على بعض جديد وعملوا جواز جديد بقى ومهر جديد، ابدأ احط البياضة بعد 5 ايام. بعد 5 ايام لما تحط البياضة هتلاقي النتاية ان شاء الله تروح على البياضة، لو هي محترمة يعني وبنت ناس، ويعني الواحد جوزها جواز جديد بقى ومهر جديد يعني خلاص يعني بقت غنية. فما بضيتش برضو وطلعت عين الواحد، تقوم شايلها كده مع السلامة تقوم بيعها، لان دي برضو ايه مش هتبيض. زوج يعني مثلا عندك جوز عصافير صغيرين كبرتهم مع بعض، وحطيتهم في قفص وغابوا على ما باضوا. دول حلهم الوحيد ان كل فترة، يعني مثلا العصفور وهو صغير لما ما تحطش الذكر مع النتاية من صغرهم لحد ما يكبروا، لانهم بيبقوا عرفوا بعض ويعني ايه مش هيولقوا يعني،
هيبقى يعني ما عادش فيه عشرة، يعني كرهوا بعض. فانسب طريقه يعني مثلا تحطهم فتره مع بعض ومن صغرهم، بعدين تشيل النتاية عن الذكر، بعدين ترجع ترجعها له لحد ما يبداوا الموسم بتاعهم. اول ما يبداوا الموسم بتاعهم تقوم تشيل النتاية عن الذكر لمده 15 يوم، وتشيل البياضه برضه. ترجع ترجع النتاية بعد 15 يوم، وتركب البياضة بعد لما تحط العصفورة بمدة 5 أيام. الطريقة دي أنا جربتها والحمد لله، يعني مفيش ولا عصفور نفد من إيدي، كله بيبيض ما شاء الله. ده بالنسبة للجزء الشباب اللي بيطلع عيني على ما يشتغل. إيه، حاجة تانية برضو قابلتني إني أكون كبرت دكر لوحده وأجي أحطله نتاية ألاقيه بيخاف منها يعني الدكر بقى بيخاف، الدكر يعني بقى بيخاف. فمشكلة الدكر اللي زي ده ان انا ربيته من صغره لوحده لحد ما كبر، وما حطيتلوش عصفور مماثل ليه عشان يعرف الطبيعة بتاعته ويعرف انه يبقى ملازم عصفور او كده. فانسب حل للعصفور اللي زي ده ان المفروض تحطه وسط نتايات، والنتاية اللي انت عايز تجوزها له تحطها معاه في وسط المجموعة دي، بحيث يبقى شايفها وعارفها. لما تحطها معاه تيجي بقى وقت الموسم، لو هتكون عايز تشغله تقوم عازله عن المجموعة قبلها بفترة، ووقت الموسم تقوم شايل النتاية اللي انت عايزها اللي كانت معاه وهو شايفها ومتعود عليها تحطها له. وقتها هتلاقيها ولف عليها، وبعد كده تحط البياضة بعد 5 أيام. ده بالنسبة للذكر اللي بيخاف من النتايات. موضوع تاني ان الذكورة اللي يعني القص ما بيولفش مع النتايات. ذكر كبرته واشتغل قبل كده وبعدين جه وقف خالص، بقى خامل خالص لمدة طويلة، وتحط له اي نتاية يا دوبك يأكلها مرة وبعد كده مع نفسه كده في جنب مش عايز حد. الذكر اللي زي ده بيحتاج تريحه شهرين تطيره وسط الذكور ووسط إناث في مطار واسع. هياخد يعني هيستعيد النشاط بتاعه. ده بالنسبة لمجموعة المشاكل. ولو في أي حد عنده مشكلة أنا ما قلتهاش ممكن يسيبها في تعليق، وإن شاء الله أرد عليه تاني في فيديو. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا متابعة وتضغطوا على الجرس. الجرس ده أهم حاجة، الجرس ده حياة. الجرس ده يعني لما انشر فيديو جديد يعني ميزة الجرس انه يقول لكم ان ياسين سعد نزل فيديو جديد. ويا رب يعجبكم الفيديو، ومساء الخير عليكم.